السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. مرحبا بكم دائما في قناة مطبخ إلياس المتنوع. في إطار وصفات الرمضانية غادي نوجد معكم إن شاء الله رغيفات بالخضر والشحمة كيجيو رائعين رائعين، وكذلك رغيفات اللي ناشفين، رغيفات بالزرع كيجيو رائعين وصحيين، وكيف كتشوفوا معايا الأخوات مورقين ما شاء الله، وكيجيو مقرمشين وبواحد الحشوة اللي كتجي لذيذة بزاف، وكذلك ما فيهاش كثرة المقادير. بقاو معايا اخواتي حتى الاخير باش تشوفوا ان شاء الله المقادير وكذلك طريقه تحضير الرغيفات ديالنا اليوم. نبداو على بركه الله اخواتي بالمقادير. هنا عندي في الحشوه كيف كتشوفوا معايا اخواتي، عندي بالنسبه للشحمه عندي انا طحناها كيف كتشوفوا كتجي مطحونه رائعه بزاف، كتجي ما بيناش. عندي الربيع، عندي القرعه الخضراء، عندي هنا واحد جوج قرعات يعني الحجم ديالهم متوسط، وعندي كذلك جوج خزوات الحجم ديالهم كذلك متوسط، وعندي هنا البصله الخضاريه داك الوراق الخضرين اللي كيكونوا من الفوق، وكذلك البصله الخضاريه يعني العاديه. بالنسبه البصله الخضاريه الاخوات كتجي رائعه بزاف فحال هاد الحشوات. عندي هنا كيف كتشوفوا معايا ربعه ديال الزرع، ربعه ديال الفينو، وربعه ديال الدقيق، وعندي واحد شويه ديال الملحه كتبقى لكم حسب الذوق، وعندي واحد نص معلقه صغيره ديال العسل او معلقه صغيره ديال السكر. صافي هنا اول حاجه اخواتي غادي ندوز ندير ديك الحشوه تبدا تشحر، غادي نضيف معها واحد شويه ديال الزيت صافي، وغادي ندوز مباشره نبدا نعجن في العجين ديال الرغيفات. كيف كتشوفوا الاخوات يعني فيه الزرع راه ما حيدت منه لا نخاله لا حتى حاجه، كيجي رائع بزاف، كيجيو دوك الرغيفات صحيين، وكذلك يعني ما كيجيو خفاف، ما كيجيو لا معجنين لا حتى حاجه. كنتمنى اخواتي انكم تجربوا هذه الوصفه، راه رائعه بزاف. وكذلك الاخوات نسيت ما ذكرتش معكم انني هنا في العجين ضايفه تقريبا غير راس ملعقه ديال خميره ديال الخبز، غير راس ملعقه يعني ماشي بزاف، غير واحد شويه اللي ضايفه صافي. وغادي نبدا نخلط في العجين كيف كتشوفوا معايا الاخوات. انا هنا استعملت الماء اللي دافي لانني ما غاديش نخلي العجين يرتاح بزاف. كنتوا اخواتي غادي تخليو العجين يعني مثلا غتعجنوه في الصباح وحتى العشيه غتصايبوه، فغير عجنوه بالماء عادي يعني الماء من روبيني. انا هنا اخواتي دفيت الماء واحد شويه عاد بديت كنعجن به لانني محتاجاهم، ما غاديش نخليهم يعني يرتاحوا بزاف. فلهذا كذلك غادي نحاول انني ندلكهم شويه كيف كتشوفوا معايا الاخوات. وبالنسبه اخواتي العجين فما كيكونش قاصح بزاف كيف كتشوفوا معايا، كيكون العجين لا باس به يعني ما قاصح كذلك ما خفيف. صافي غادي نبدا ندلك فيها الاخوات واحد شويه كيف كتشوفوا معايا. بالنسبه للاخوات اللي يعني غادي يخليو العجين يرتاح بزاف فغير خلطوها يعني غير خلطوها عادي حتى تبان لكم بان يعني ما بقاش بلاصه فيها الطحين بلاصه فيها الزرع وداكشي، صافي وديروها بشي بلاستيكه. بالنسبه للاخوات اللي يعني هكا فحالي محتاجين بالعجين فغادي تدلكوا العجين واحد شويه صافي، وغادي تحطوه ديروا هذه المرحله هذه اللي كيف غتشوفوا معايا كذلك كتزيد تعطي واحد النتيجه رائعه. الملوي او الرغايف غادي ناخذ اخوات واحد البلاستيكه غادي ندير فيها واحد شويه ديال الزيت كيف كتشوفوا معايا، وغادي نحاول ان ندهن ديك البلاستيكه مزيان باش ما يتلصقش فيها العجين، وغادي ناخذ ديك العجين كله كيف كتشوفوا معايا اخواتي وغادي نضيفه في ديك البلاستيكه ونحاول انني نزمت عليه مزيان ونسد عليه. بالنسبه للاخوات لهاد النتيجه هاد الطريقه هذه كتعطينا نتيجه رائعه للرغيفات، كيزيدوا يرتاحوا بسرعه وما كياخذوش معنا وقت بزاف. صافي غادي ندوزو الاخوات للحشوه من بعد ما تشحرات، غادي نضيف ليها التوابل. عندي الابزار، القزبور حبوب مطحون، عندي التحميره، عندي الكمون، عندي واحد شويه ديال السودانيه، وعندي الملحه. بالنسبه اخواتي السودانيه كيبقى لكم حسب الذوق، بغيتو ديروها بغيتو تحيدوها. كيف قلت لكم اخواتي في الحشوه من بعد ما درتها كتقلى فوق النار فغادي ناخذ درت واحد شويه ديال الشحمه ديال الزيت اعتذر لان فيها الشحمه ما بغيتش نكثر بزاف. بالنسبه لاخواتي الشحمه كيبقى لكم يعني حسب الرغبه، كاين الناس اللي كتبغي فيهم الشحمه كثيره، كاين اللي المهم انا ما كثرتش الشحمه بزاف باش ما يجيونيش عاوتاني فيهم ليدان بزاف. بالنسبه للاخوات الخضر يمكن لكم تستعملوا اي خضر متوفرين عندكم، يمكن لكم تضيفوا فلفله الوان حتى هي كتعطي واحد المذاق اللي رائع وكذلك واحد المنظر اللي رائع، ويمكن لكم تضيفوا اي مهم انا كيف شفتوا معايا ضفت القرعه والجزر والبصله الخضاريه راها كتعطي واحد النتيجه رائعه بزاف في هذا الشيء ديال المعمر. وكذلك بانه يعني دابا البصله العاديه غاليه بزاف، فنحاولوا اننا نقتصدوا واحد شويه ونضيفوا البصله الخضاريه.
ولكن اخواتي راه البصله الخضاريه بالنسبه يعني الناس اللي بغاو يديروا بحال هكا رغيفات معمرين، فكنصحكم بالبصله الخضاريه، كتعطي واحد المذاق اللي كيجي زوين بزاف، كتجي حلوه، كتجي عطيه واحد المذاق اللي زوين بزاف. وكذلك داك الورق الاخضر اللي كيكون فيها من الفوق، فهذاك اخواتي كيعطي واحد النتيجه رائعه رائعه بزاف في الرغيفات معمرين. صافي هنا اخواتي كيف كتشوفوا من بعد ما يعني الحشوه طابت، غادي ندوز مباشره، غادي نحيد العجين من البلاستيك وناخذ هكا واحد الصينيه ونشكل داك العجين على شكل كريسات، كيبقى لكم يعني الحجم متوسط، بغيتهم كبار بغيتهم صغار. صافي غادي نخليها ترتاح غير واحد الخمسة ديال الدقائق وغادي ندوز مباشره باش نبدا نورق في العجين. بالنسبه للاخوات هنا للتوريق فغادي نحتاج الزيت، وبالنسبه غناخذ واحد 2 معالق ديال الفينو، وغادي نضيف معهم واحد المعلقه صغيره ديال خميره الحلويات، باش غادي نحتاجوها هكا نرشوها على العجين كيف كتشوفوا معايا. بالنسبه للاخوات الزيت فما كنكثرش ليهم بزاف لانها الحشوه فيها الشحمه، فراها كتزيد تطلق لنا داك الليدام. صافي كناخذ قريصه كنورقها كيف كتشوفوا معايا الاخوات. وبالنسبه للاخوات يعني في هاد رغيفه الشحمه فما كنورقوش العجين بزاف كيف كتشوفوا معايا اخواتي، كنحاولوا اننا غير يعني واحد شويه انه يعني ماشي تسمعوا ما كنورقوش وتخليو العجين غليظ، لا فكنورقوه ولكن ماشي بزاف بحال غادي نديروا رغيفات عاديين. صافي اخواتي من بعد ما كنورقو كنضيف واحد الرشيشه من داك الخليط ديال الفينو والخماره. صافي وكنضيف الحشوه، بالنسبه للحشوه تقريبا كنضيف معلقه كبيره ديال الحشوه. صافي وكنسدها على شكل رغيفه عاديه. بالنسبه للاخوات لهاد الوصفه د رغيفه الشحمه فكيتحتاجوا في الشهر الكريم، كيتحتاجوا بزاف 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 د الاخوات يعني كيبغيوهم هكا، كيبغيوهم في الفران، يعني كيجيو هكا مع الحريره، كيجيو رائعين يعني في هاد الوصفات هادو. فيعني كيبغيو انهم يكونوا في يعني في الطبله ديالنا في الشهر الكريم. صافي كيف كتشوفوا معايا اخواتي يعني الطريقه راها جد واضحه، يعني ما محتاجاش انني نزيد نفسر لكم يعني. بالنسبه للاخوات اللي يعني هذا الفيديو هذا الاخوات اللي يلاه مبتدئين، الاخوات اللي كيكونوا باغيين يلاه يتعلموا. انا عارفه بان بزاف يعني الاخوات يعني ما كاينش اللي ما كيعرفش يدير رغيفات هكا معمرين بالشحمه، ولكن كاين الاخوات اللي كيكونوا يلاه بادين في الكوزينه. صافي اخواتي غادي نبقى مستمره على هذا الشكل كيف شفتوا معايا حتى غادي نسالي الكميه كامله. المهم اخواتي انا هنا شطوا لي هنا رغيفات ناشفين يعني تقادت لي الحشوه، فهذوك الرغيفات اللي غيشيطوا لي يعني ما غتبقاش لي الحشوه، فغادي نديرهم رغيفات عاديين كيف شفتوا معايا في الاول. غادي نورقهم شويه يعني زايدين على التوراق اللي درت معكم في الاول يعني فهذوك ديال الشحمه، وخديت واحد شويه ديال الزبده ذوبتها. صافي وغادي نورقهم بطريقه اللي عاديه الاخوات اللي كيف ما متعودين معايا كنضيفها معكم في جميع الفيديوهات د الرغيفات. يعني كنورق رغيفه وكنستعني يعني بالزيت، صافي كنورقها مزيان كيف كتشوفوا معايا. من بعد كنضيف واحد الملعقه تقريبا ديال الزبده. بالنسبه للزبده خليتها تذوب مزيان حتى تحيد من هذاك الماء اللي فيها. صافي وكندوز اخواتي كنضيف داك الخليط كذلك ديال الفينو والخميره، كيعطينا حتى واحد النتيجه اللي رائعه في الرغيفات كيف كتشوفوا معايا. صافي اخواتي وغادي نجمع العجينه كيف كتشوفوا معايا كامله. صافي وغادي من بعد ما غادي نسالي العجين غادي نخليه يرتاح تقريبا واحد 5 دقائق او 10 ديال الدقائق. صافي ومن بعد مباشره غادي ندوز ندير المقله تسخن باش نبدا نطيب فيهم. صافي هنا كيف كتشوفوا معايا الاخوات راني ساليت الكميه كامله ديال الرغيفات اللي عندي، كيجيو رائعين بزاف هاد الرغيفات ديال الزرع وكذلك صحيين. هنا في هذه المرحله الاخوات راني دايره المقله كتسخن. فاول حاجه يعني غادي نبدا برغيفات الاخرين ماشي الاولين، لان الاولين فيهم الشحمه فغادي نبدا بالناشفين هما الاولين، عاد غادي ندوز لرغيفه الشحمه لان الا درنا رغيفات ديال الشحمه هما الاولين فغادي يطلقوا لنا داك الليدام والاقامه في المقله. فاللهم اننا نبداو بالناشفين هما الاولين، عاد غادي ندوز للرغيفات ديال الشحمه. صافي غادي نورقهم على هذا الشكل كيف كتشوفوا معايا. يعني ما كنورقهمش بزاف، كيبقى لكم يعني حسب كاين اللي كيعجبهم مرقق بزاف، كاين اللي كيعجبهم متوسطين بحال هكا، وكاين اللي كيعجبهم غلاضه. نتوما كيف كتشوفوا معايا ما شاء الله راه خرجت لي ديك صينيه كامله برغيفات ديال الشحمه. صافي دابا غادي ندوز اخواتي نبدا نطيب فيهم. بالنسبه عندي هنا المقله الثقيله ديال الحرشه او
ديال الرغايف، دهنتها بشويه ديال الزيت صافي. وغادي ندوز نبدا نطيب في الرغيفات على هذا الشكل الاخوات. وضروري اخواتي اننا ما نخليوش الرغيفات على جهه وحده حتى يتحمروا، عاد نقلبوهم. ضروري انكم تبقاو تستعملوا هذه الطريقه هذه، تبقاو يعني في كل شويه تقلبوهم حتى يطيبوا. شوفوا معايا ما شاء الله، واخا فيهم الزرع يعني الزرع بالنخاله ديالو ما غربلتو ما حتى حاجه، وكيجيو ما شاء الله منفوخين وطالعين، ويعني كل توريقه مورقه على اختها كيف كتشوفوا معايا اخواتي. انتم شوفوا ما شاء الله كيف كيجي الشكل ديالهم. وكذلك ديك شويه اللي ضفنا ديال العسل كيعطيهم واحد اللوي اللي كيجي ذهبي وزويون. صافي هنا اخواتي من بعد ما كملت الكميه ديال الرغيفه اللي عندي، رغيفه يعني بلا عماره، غادي ندوز نبدا نطيب في الرغيفات اللي عندي معمرين بالخضر. كيف كتشوفوا معايا الاخوات حتى هما كنستعمل فيهم يعني نفس الطريقه كيف شفتوا معايا. كنحط رغيفه وكنبقى ضروري انني كنبقى نقلب فيها، ما كنحاولش اننا نخليوها حتى كتحمر في خطره عاد كنقلبوها. ضروري اخواتي اننا نبقاو نقلبوا فيهم على هذا الشكل هذا باش كيجيو دوك الرغيفات مفوهين من الداخل وكذلك محمرين وكيجيو لذاذ. فاما اخواتي الا خليتوهم يعني حتى تحمروا عاد جيتو قلبتوهم فكيجيو دوك الرغايف معجنين وما كيجيوش طيبين من الداخل، فيعني بحال غير كيتحرقوا وصافي. اما هكا يعني باش كتبقاو تقلبوا فيهم هكا على هذا الشكل هذا فكيعطيونا واحد النتيجه اللي رائعه. شوفوا معايا ما شاء الله كيفاش كيتنفخوا، يعني كيجيو دوك التوريقات مورقين على بعضياتهم، ما كيجيوش دوك الرغيفات ملاصقين يعني واخا فيهم الحشوه فما كيجيوش ملاصقين. وواحد الحاجه اخواتي كذلك نسيت ما ذكرتهاش لكم بالنسبه للحشوه، ضروري ان يعني الجزر ملي تحكوه، انا كيف شفتوا معايا راني حاكه في الحكاكه رقيقه، ضروري انكم ملي تحكوه حاولوا انكم تعصروه، ما تخليوش داك الماء اللي كيكون في الخضره ما تخليوش، حاولوا انكم تعصروه مزيان. كذلك لا هو ولا القرعه الخضراء، حاولوا انكم تعصروها مزيان عاد ضيفوها تقلب باش يتحيد من هذاك الماء، لانه ولا بقى فيه هذاك الماء فيعني ملي كتضيفوا الحشوه في العجين فذاك الماء كينزل على داك العجين وكيخلي لكم الرغيفات كيجيو معجنين. فلهذا اخواتي ضروري انكم حاولوا انكم تعصروا دوك الخضر مزيان. صافي الاخوات، كنتمنى انني نكون قلت لكم يعني جميع الطرق يعني باش ينجحوا معكم ان شاء الله هاد الرغيفات معمرين، حيت كاين بزاف ديال الاخوات كيقول لك كيجيونا معجنين كيجيو مدقسين اولا ما كيبغيوش يتنفخوا ليهم. فانا شاركت معكم اخواتي يعني جميع المراحل. شوفوا معايا ما شاء الله كيفاش كيتنفخوا، وديك الشحمه كتعطيهم واحد تقرمشه زوينه، يعني بالنسبه لهاد المعمرين يعني ما فيهم لا زبده لا والو، غير داك الشحمه راه كتعطيهم واحد تقرمشه زوينه وكذلك واحد المذاق زوين. وضروري اخواتي ان الشحمه تكون يعني تكون باقا جديده ما تكونش قديمه. فبالنسبه للاخوات الشحمه كيف قلت لكم انا يعني طحنتها في الطحانه، فبغيتو تقطعوها يعني قطع صغيره كيبقى لكم حسب الذوق. اما هي مطحونه كتجي رائعه بزاف وكتجي ما بايناش. بالنسبه للناس اللي عندهم يعني الوليدات ما كيبغيوش هكا ياكلوا لهم داكشي فهكا يعني كتجي ما بايناش. هانتوما اخوات شوفوا معايا كيفاش كيجيو رائعين، كيجي فيهم واحد اللوين ذهبي كذلك محمرين ولذاذ بزاف. صافي هنا اخواتي كيف كتشوفوا معايا هنا ساليت ما شاء الله الكميه ديال الرغيفات. هاد الكميه اللي عجنت معكم خرجت لي اخواتي هاد جوج طبيصات كيف كتشوفوا، فالكميه اللي فيها العماره فخرجت اكثر. وغادي نرافقهم هكا بحريره بمطيشه كيف كتشوفوا معايا الاخوات كتجي رائعه بزاف. يعني هاد الوصفات راها يعني ماشي غير رمضان، فهاد الوصفات راها شتويه وكذلك بيضات مسلوقين فكيجيو رائعين بزاف. كنتمنى اخواتي انها تكون عجبتكم الوصفه اليوم، وإلا عجبتكم ما تبخلوش علينا باللايكات وكذلك خليوا لنا معكم تعليق زوين.